شيكابالا شتمه وميدو كمان شتمه، وكل ما يدرب فريق في نجم كبير يقلل من كرامته ونفسه يدرب الزمالك، لكن في 2 في النادي رفضوه رغم ان الحكم كتفهم من خيره. اتصدر المعلم حسن شحاتة للترند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد تصريحاته الأخيرة خلال لقائه في برنامج اللعيب على قناة MBC مصر. وحكى حسن شحاتة عن فترات تدريبه سواء مع الزمالك أو الفترة التاريخية مع منتخب مصر اللي استمرت لأكتر من 7 سنين بعد ما تولى المسؤولية الفنية للمنتخب من سنة 2004 لحد 2011، وقدر إنه يحجز مكان جنب مدربين مصر التاريخيين بعد تحقيقه ل3 بطولات متتالية لكأس أفريقيا من نسخة 2006 2008 و2010، وكانت آخر بطولة حققها الفراعنة في البطولة الأفريقية. ورغم كل الإنجازات دي إلا كان في مشاكل وأزمات بتحصل في وقت من الأوقات، والتنشنة اللي بين المدرب واللاعب اللي بتحصل عادي في الملعب. واتكلم المعلم عن شيكابالا وعلاقته بيه، ورد على انتقادات إنه ما كانش بيخليه يشارك مع المنتخب رغم إنه كان مكسر الدنيا في الزمالك وقتها وكان من أهم لاعيبة الدوري المصري. وقال إنه قلة مشاركات شيكابالا جت بسبب استقرار قوام المنتخب والتشكيل، وإن شيكابالا كان دايما عايز يبقى النجم المفضل وده حقه. وعن مشكلته وقت تدريبه للزمالك قال: كنا بنلاعب المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا سنة 2012 وكنا كسبانين، وطلعت شيكا علشان أنشط الفريق واتفاجئت بيه بيشتمني وهو طالع ودخلوا في مشادة كلامية مع بعض. أما عن مشكلته مع أحمد حسام ميدو فتعتبر دي الخناقة الأشهر في تاريخ كرة القدم المصرية، وكانت ترند لسنين رغم إن كلمة ترند ما كانتش معروفة وقتها، واستخدمها المخرجين في الأفلام والمسلسلات، أشهرهم فيلم طير انت والمشهد الكوميدي بين أحمد مكي وأحمد سلام. وكشف المعلم عن تفاصيل جديدة في المشكلة اللي حصلت في كأس أفريقيا 2006 بعد ما عدت عليها حوالي 18 سنة. وقال حسن شحاتة إن رد فعل ميدو وهو خارج واعتراضه على التغيير كان طبيعي وعادي كمان لأنه كان عايز يكمل، ولكن تدخل حسام حسن ومحاولاته إن يهدي الأمور خلاها تكبر ويتم فهم الموضوع بشكل غلط. وقال حسن شحاتة: أنا لو كنت ظالم ما كانش ربنا نصرنا يومها وكسبنا، وتاني يوم جه ميدو وتم الصلح بس كان لازم استبعده من مباراة النهائي. وعلى سيرة المنتخب والبطولات التاريخية فتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا اللي فشل في انه حتى يحقق الفوز في ماتش واحد في بطولة افريقيا الاخيرة، وبدع البطولة من دور ال 16 على ايد منتخب الكونغو الديمقراطية.